تبقى الأشياء ساكنة حتى تفكر فيها فتتحرك باتجاهك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الحاجات اللي بتحلم بيها هتفضل موجودة في مكانها ومش هتتحرك غير لما تفكر فيها. يعني أنا أقدر بتفكيري مثلا أخلي العربية اللي نفسي فيها تتحرك ناحيتي وتبقى بتاعتي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نفضفض مع بعض في أول موضوع وأول حلقة من برنامج فضفضة. مين فينا ما حصلش معاه قبل كده إنه كان قاعد بيفكر في شخص معين وفجأة ليه الشخص ده بيتصل بيه، أو فجأة جه على باله حد يعرفه ولقيه معدي من قدامه؟ تقريبا كلنا حصل معانا موقف مشابه وبنعديه لأننا مش فاهمين إيه اللي حصل ساعتها. بنكون مصدومين في وقتها، لكن بعدها بنكمل عادي وخلاص موقف وعدى. أنا جاي النهاردة أقول لك إيه اللي حصل في المواقف دي، وأقول لك كمان أنت تقدر تعمل إيه بأفكارك وازاي تتحكم في الحاجات اللي بتظهر في حياتك، وده كله طبعا بعد إرادة ربنا. تخيل ان الكون كان بيراقب افكارك بصمت وبيتفاعل مع تفكيرك. مفيش اي حاجة بتتحرك من مكانها غير لما تفكر فيها، لا فرصة ولا شخص ولا حتى فكرة. كل شيء ثابت وبمجرد ما تفكر فيه يبدأ يتحرك. وده هيخلينا نسأل نفسنا سؤال: هل الواقع هو اللي بيشكل حياتنا ولا تفكيرنا هو اللي بيشكل الواقع؟ الفلاسفة زمان قالوا إن العالم الداخلي يسبق العالم الخارجي، يعني السيناريو اللي بتكتبه بعقلك بيحصل بعد كده معاك في الحقيقة. من الجمل المشهورة قوي اللي بتوضح الكلام ده جملة: كل ما نحن عليه هو نتيجة ما نفكر به. يعني الواقع مش شيء غريب عنك ولا حاجة، الواقع اللي بتعيش فيه هو مراية للي بيحصل جوه عقلك. وهنا لازم أذكر مثل مشهور قوي: اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. والحقيقة ان انت كل ما تفكر في حاجة وتكون مقتنع بيها هتلاقي عقلك بيوجه طاقته كلها ناحية الحاجة دي، والكون بيتفاعل معاه ويحاول يخليها واقع تقدر تشوفه قدامك. وعقلك الباطن مشكلته انه ما بيقدرش يفرق بين الحقيقة والخيال. اللي بتفكر فيه هينفذه، ملوش دعوة بقى هو صح غلط، هينفذ وخلاص. فانت هنا من كتر ما تخيلت ان العفريت ممكن يطلع لك، عقلك صدق وخلق واقع من كلمة ممكن. وهنا في ملحوظة مهمة قوي: كلمة ممكن لو جت في دماغك وانت بتفكر في اي حاجة يبقى ممكن. هي كل الاختراعات كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن فكرة مبنية على كلمة ممكن. ودلوقتي ايه اللي حصل؟ كل الاختراعات دي في حياتنا دلوقتي بقت ممكنة. ممكن اسافر من مكان لمكان بسرعة، ممكن، وعشان كده اخترعنا العربيات. بس انا ما بحبش الزحمة. ممكن اطير في الجو، ممكن، وعشان كده اخترعنا الطيارات. بس انا بصراحة بقى بحب البحر اكتر. ممكن اسافر في البحر، يا عم والله ممكن، وعشان كده اخترعنا المراكب والسفن. عقلك جواه طاقة رهيبة قادرة تحول الخيال لحقيقة، واحنا ما عرفناش غير جزء بسيط جدا من قوة العقل. لكن الحقيقة العقل ده لوحده معجزة، ومش مجرد معجزة كده وخلاص، لا، ده معجزة بتقدر تخلق معجزات. تصدق صح، بس مش في كل حاجة يعني، لا في كل حاجة. وهقولها لك تاني: كلمة ممكن لو جت في دماغك وانت بتفكر في اي حاجة اعرف انها ممكنة. يعني ممكن ابقى من اغنياء العالم؟ ممكن. طب ممكن ابقى رئيس جمهورية؟ والله العظيم ممكن. ولو مش مصدقني تعال اخدك كده ونروح مشوار على السريع. هروح على اندونيسيا سنة 1970 تحديدا مدينة جاكرتا. واحنا بنتمشى هناك هيلفت نظرنا طفل كده عنده تقريبا 9 سنين، بس شكله افريقي مش شبه الناس اللي موجودة حوالينا. فياخدنا الفضول ونروح نتكلم معاه. اسمك ايه يا حبيبي؟ باراك أوباما. بس انت مش من هنا صح؟ أيوة، أنا نص أفريقي نص أمريكي، أبويا من كينيا. طيب نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ رئيس أمريكا. يا جميل عسلة، انت تبقى رئيس امريكا؟ رئيس امريكا ازاي لو انت من اصول افريقيه وعايش في اندونيسيا؟ ماليش دعوة، هي جاية معايا بكده، أنا هبقى رئيس أمريكا. انت جرمت يالا، بقول لك ما ينفعش. انت اخرك تيجي الزمالك تلعب مع يوسف اوباما قريبك. أنا معرفش يوسف أوباما، أنا هبقى رئيس أمريكا. رئيس امريكا رئيس امريكا، هو الكلام بفلوس؟ ويلا بقى شوف انت رايح فين، ده انت طفل غبي جدا. وتلف الايام وتحصل احداث كتير في حياه الطفل ده لحد ما نوصل لسنه 2009 ويكون الرئيس الامريكي رقم 44 رسميا هو باراك اوباما، وبقى رئيس امريكا فعلا. يمكن باراك اوباما ما كانش في دماغه هو طفل ان هو يبقى رئيس امريكا، لكن مستحيل كان حد يشوف الطفل ده وفي المكان ده تحديدا ويتوقع ان هو يبقى رئيس امريكا في المستقبل. كل شيء غريب في الحياة وارد حدوثه بطريقة ما. كل اللي عليك انك تفكر في اشياء غريبة ايجابية هتحسن حياتك، مش اشياء غريبة سلبية تدمر حياتك. هنري فورد صاحب شركة فورد للسيارات ليه جملة جميلة قوي
بيقول ايه بقى؟ سواء كنت شايف انك هتقدر او كنت شايف انك مش هتقدر، في الحالتين انت صح. انت اللي بتقرر مصيرك. فكر في اللي عايزه يحصل وهيحصل. فاكر المواقف الغريبة اللي اتكلمت عنها في الاول؟ ازاي اكون بفكر في شخص والاقيه بيتصل بيا؟ فيزياء الطاقة بتقول كل شيء يهتز وكل اهتزاز يصدر اشارات. اللي بيحصل ان عقلك بيتواصل مع الكون بطريقة غير مرئية عن طريق اشارات بتنقل طاقة الافكار. لما بتفكر في شخص عقلك بيبعت اشارة للكون انه بيفكر في الشخص ده، فالكون بيحول له الاشارة عشان تبقوا على نفس التردد وتبقوا متصلين ببعض فكريا. وفي نظرية في علم النفس بتأيد الكلام ده، بتقول السبب الرئيسي في عدم قدرتك على إخراج شخص ما من تفكيرك هو إن نفس الشخص ده بيفكر فيك. ومش عايزك تاخد النظرية دي تحديدا وتفسرها بطريقتك وتقول أكيد الإكس مش مبطلة تفكير فيا عشان كده مش قادر أنساها. لا فوق يا اسطى، الإكس اتجوزت ومعاها عيال قدك دلوقتي. خلينا في حياتك المنيلة بنيلة دي الأول وبعدين نبقى نشوف حوار الإكس. وبعدين دي نظرية في علم النفس لم يتم إثباتها علميا، ومعظم الكلام اللي في الحلقة دي عايزك تفكر فيه بنظرة فلسفية مش علمية، لأنه بينتمي بشكل أكبر للفلسفة وعلم النفس. هيجي حد يقول لي طب افرض أنا مش عايز أجذب أشخاص، زهقت من الناس يا جدع، أنا عايز أجذب حاجات مادية، حاجات نفسي فيها في حياتي. بص، كل فكرة تحمل نية، وكل نية تحمل طاقة. لما بتوجه طاقة مركزة ناحية فكرة، الفكرة دي بتبدأ في جذب أحداث وأشخاص وفرص وكأنها مغناطيس. واي شيء ليه طاقه وانت بتقدر تحركه بتفكيرك لما تتخيله كتير وتتخيل ان انت امتلكته. وبالمناسبه ده مبدا قانون الجذب اللي اتكلمت عنه روندا بايرن في كتابها ذا سيكريت، السر. وقانون الجذب باختصار هو ان كل اللي بتفكر فيه بتجذبه لحياتك. يعني الانسان بيجذب لحياته احداث، اشخاص، فرص ومصايب حتى بحسب طبيعه افكاره ومشاعره. لما بتفكر في حاجه لفتره معينه، عقلك بيبدا يتعامل بنظام اسمه ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، نظام التنشيط الشبكي. ونظام التنشيط الشبكي باختصار هو عبارة عن شبكة من الخلايا العصبية الموجودة في جذع الدماغ. الشبكة دي بتعمل على تنظيم مستوى الوعي، بتسمح بمرور المعلومات اللي احنا بنعتبرها مهمة أو تخدم رغباتنا وأهدافنا، وتفلتر المعلومات اللي احنا شايفين إن هي مش مهمة. لو قررت تركز على هدف هتلاقي نظام التنشيط الشبكي بيوجه انتباهك كله ناحية الفرص والمعلومات المتعلقة بالهدف ده، وده هيخليك تلاحظه أكتر. يعني مثلا لو قررت تشتري عربية معينة، وده طبعا بعد ما عرفت تفاصيلها واقتنعت بيها، يعني فكرت فيها شوية حلوين، هتلاحظ ان العربية دي بقت بتظهر قدامك على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا من غير ما تبحث عنها. بس في ناس هتقول ان الشركات بتتجسس علينا فهنعديها. الغريب بقى انك هتلاحظ وجود العربية دي مع ناس كتير حواليك في الواقع. السؤال هنا، هل العربية ما كانتش موجودة قبل ما تفكر فيها؟ والإجابة بكل بساطة إن العربية كانت موجودة، لكن أنت ما كنتش منتبه ليها، وبدأت تنتبه ليها لما قررت تشتريها، أو لما اديت أمر لعقلك إنه يعمل فوكس على العربية دي تحديدا، فبدأ نظام التنشيط الشبكي يفلتر كل المدخلات اللي بيلاحظها ويديك إشارة بمجرد ما يلمح صورة العربية دي أو اسمها. أنت هنا لما بتركز على حاجة محددة مش بتخلقها من العدم، ولكن بتكتشفها، والكون بيتفاعل مع عقلك فبيحاول يوفر لك الحاجة دي حواليك عشان تشوفها بكل وضوح. يا عم ماشي، عرفنا نظام التنشيط الشبكي، قول لي بقى ازاي اجذب الحاجات اللي انا عايزها. ابدأ بملاحظة افكارك. اسأل نفسك، هل انا بفكر في الحاجات اللي عايزها تحصل، ولا بفكر اكتر في الحاجات اللي خايف انها تحصل؟ كل يوم الصبح فكر في هدف نفسك تحققه، بس فكر فيه بصدق من غير ما يكون جنبك اي حاجة تشتتك، وشوف بعدها كمية الفرص اللي هتظهر لك عشان تساعدك في تحقيق الهدف ده. هيجي حد دلوقتي يقول لي بس اللي انت بتقوله ده مش منطقي. لا والله، وهو انت بتعمل ايه منطقي في حياتك عشان تيجي دلوقتي تحسبها بالمنطق؟ غالبا عندك مشاكل في جوانب كتير في حياتك. في الشغل مثلا، بتحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب؟ لا، انا لا بحب ما اعمل ولا بحب اللي بعمل معاهم ولا عايز اعمل من الاساس، ولولا الظروف ما كنتش اخرج من بيتي واشوف الاشكال دي. طب بتحاول تحسن من نفسك وتنمي مهاراتك؟ لا. انت عارف اساسا ايه هي موهبتك او مهاراتك؟ بصراحة لا، بس عارف مهارات كريستيانو، شفت له فيديوهات كتير. كريستيانو طب سيبنا من المهارات، بتحاول تتجنب العلاقات العاطفية في بداية حياتك عشان تكون نفسك الأول؟ أتجنب مين؟ ده أنا بحب واحدة ما بتحبنيش ومطلعة عيني معاها. بس يمكن ده ذنب البت اللي بتحبني وأنا كارف لها. يا صاحبي انت ما فيش في حياتك حاجة لها علاقة بالمنطق. حاول يا أخي، حاول ومش هتخسر حاجة. وهو اللي في القاع هيخسر إيه لو حاول ينط لفوق؟ مش يمكن يلاقي حاجة يمسك فيها ويخرج بسببها؟ وبعدين يا سيدي حتى لو فشلت انت كده كده في القاع، هتنزل فين تاني؟ مش هتنزل. حاول عشان والله العظيم هتندم على الوقت اللي بتضيعه. لو ما اخترتش طريقك بنفسك، الحياة هي اللي هتختار لك وهتجبرك تمشي في طرق مش هتعجبك.
طرق مش شبهك ولا تعرف تمشيها. حاول، عافر في الدنيا، اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين وتريح أسرتك. الحياة يا صاحبي عمرها ما هتكون كلها راحة ولا كلها تعب، فانت لازم تختار تتعب امتى وتتعب في ايه. انما لو سبتها بظروفها الحياة هتتعبك قوي، هتتعبك في اكتر وقت انت نفسك ترتاح فيه. اشتغل على نفسك، ووجه تركيزك كله ناحية اهدافك واحلامك، واحلم، احلم احلام كبيرة. عايزك لما تحلم احلم حلم يصعب تصديقه ويصعب تحقيقه، وده لسبب، وهو ان الافكار المجنونة دايما بتوصل لنتائج غير مألوفة. معظم الاختراعات كانت عبارة عن فكرة مجنونة، والنتيجة انها خرجت اختراع غير حياة صاحب الفكرة المجنونة دي وغيرت حياة الناس اللي استخدموه. انت كمان خلي خيالك ملوش حدود، وزي ما ألبرت أينشتاين بيقول الخيال أهم من المعرفة، لأن الخيال مش محدود ولا مرتبط بأي قيود، لكن المعرفة محدودة. لو فضلت تتخيل أهدافك وسعيت ليها وربنا أراد إنها تتحقق، ساعتها هتكون مميز عن كل اللي حواليك، وهتعرف وقتها إن الموضوع كان يستاهل كل التعب ده. خليك ذكي، اسمع مني وخد الكلام اللي تحس انه لمس حاجة فيك، واسمع من غيري وخد منه الكلام اللي تحس انه هيحركك. حاول تستغل كل حاجة حواليك، اسمع واقرا وتعلم واشتغل. اشتغل لحد ما تبقى فخور بنفسك وتحس ان حياتك لها قيمة. عقلك يا صاحبي قادر يغير حاجات كتير قوي حواليك. انت جواك كنز جواه طاقة رهيبة، بس انت مش عارف تديرها كويس. وعشان كده هقولك على 4 حاجات بسيطة حاول تعملها وهتحس بالتغيير، وهتحس انك متحكم في جزء من حياتك. اول نقطة الوعي بالافكار. راقب افكارك وحدد اللي تركز فيه. ركز في الحاجات الايجابية، الحاجات اللي انت عايزها تحصل، مش الحاجات اللي انت خايف منها. عيش الحاضر وتوقع مستقبل احسن. مش عايزك تعيش في الماضي وتنسى الحاضر عشان خايف من المستقبل. تاني حاجة تحديد الاهداف. حدد اهداف واضحة. وعشان ابين لك اهمية النقطة دي، تخيل انك ركبت تاكسي مثلا، والسواق بيسألك اوصلك فين، وانت قلت له وصلني للحتة اللي انا عايز اروحها. قال لك ايوه، اللي هي فين يعني؟ وانت قلت له انا مش عارف هي فين بالظبط، بس انا عايز اروح هناك. هيقول لك انت عبيط يا ابني، انت كده عمرك ما هتوصل. ده بالظبط اللي بيحصل معاك لما بتحلم بحاجة لكن هدفك مش واضح ولا محدد. ثالث نقطة التصور الذهني. تخيل انك بتحقق الهدف ده كل يوم. لما بتفكر في نفس الفكرة كل يوم وتتخيلها، هتلاقي عقلك بيبني مسارات عصبية تخدم الفكرة دي. وفي دراسات علمية بتقول ان التصور الذهني فعال بنسبة تصل الى 50% مقارنة بالممارسة الفعلية في تحسين الاداء. يعني مثلا لو انت كنت بترسم رسمة معينة وسبت المكان اللي انت فيه ده لاي سبب من الاسباب، سافرت مثلا ومعرفتش تاخد معاك ادوات الرسم، فبقيت وانت مسافر بتتخيل انك بتكمل الرسمة دي، بس بتتخيل بتركيز في التفاصيل. لو رجعت بعد فترة عشان تكمل الرسمة في الواقع، هتلاقي مستواك اتحسن وكأنك كنت بتتدرب الفترة اللي فاتت، وده بفضل التخيل بس. فمهم قوي تتخيل اهدافك بتركيز وتحس انك بتملكها بالفعل. وده ياخدنا للنقطة الرابعة، النية المركزة. خصص وقت يوميا للتركيز على هدفك بمشاعر إيجابية. مهم قوي تكون مشاعرك صادقة، عشان لو المشاعر مش متوافقة مع تفكيرك يبقى انت كده بتضحك على نفسك. عمرك ما هتوصل لهدف انت مش حاسه ولا مؤمن انك هتوصل له. ودلوقتي عايزك تفتكر اول جملة انا قلتها، تبقى الاشياء ساكنة حتى تفكر فيها فتتحرك باتجاهك. وخليك فاكر ان قلت تتحرك مش توصل لك، لان انت بمجرد ما تفكر في الحاجة بتبدأ تتحرك، لكن لازم استمرارية وسعي ليها لحد ما تخلص طريقها وتوصل لك. واي هدف في الدنيا محتاج منك استمرارية وصبر، ومحتاج ان انت يكون عندك يقين في ربنا، وربنا هيرزقك بالهدف ده في الوقت اللي هو كاتبهولك. وبالمناسبة الوقت اللي ربنا كاتبهولك هو انسب وقت. والحقيقة ان اهدافك مش هتجيلك عشان انت تستحقها وبس، اهدافك هتجيلك عشان انت كنت مؤمن بيها وبتفكر فيها بصدق. وفي النهاية خليك عارف ان الكون مش بيسمع كلامك، الكون بيستشعر نيتك. فكر كأنك بتصدر أمر، وعيش كأنك واثق من تحقيقه. وبس كده. برنامج اسمه فضفضة، يعني حاجة كده زي ما تكون بتتكلم مع حد وبتقول اللي جواك بكل أريحية من غير ما يكون في قيود أو تخاف إنك تكون غلطت في حاجة معينة. خلينا نقول تبادل وجهات نظر هدفها الوصول للطريقة اللي تريحنا في تعاملنا مع الأمور في حياتنا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشيروها عشان غيركم يستفيد، ومستني ردودكم الحلوة ونصايحكم الجميلة. سلام.